يا رجالة، معاكم يوسف من ولاية هيوستن تكساس. الحلقة دي هجيب لكم عربيات مستعملة عشان الناس اللي عايزة عربيات رخيصة، مش ب8 وب7، عايزة حاجات ب2000 وب3 و4. فاهو نبتدي الأول مع بعض. في عربية هي شيفروليه مطلوب فيها 3522، 2008، عليها 181 ألف مايل، 4 سلندر. ده الشكل بتاعها. زي ما انتم شايفين طبعا العربية مش أحسن حاجة، بس هي عربية يعني توديك وتجيبك. هتقولي طب وحلوة العربية أم 3.5 دي؟ بص، أنا مش هقدر أديك أي حاجة لأن أنا مش ميكانيك. ماليش في ما بفهمش في الحاجات العربيات قوي يعني. وبالذات اللي هي الرخيصة قوي دي بتبقى سعرها عشان رخيص بيبقى أكيد فيها مشاكل. نيسان عاملة 5823، موديل 2013. يعني نبص كده مع بعض على الجناب. ماشية 220 ألف مايل. الحقيقة عدد المايلات اللي على العربية كتير قوي يعني. إذا كان دي 181 ألف مايل، اهي دي 2013 وماشية أكتر من 2008. ألتيما، نيسان ألتيما. جنبيها على طول شيفروليه ماليبو اللي هي LTZ، موديل 2009، عليها 104 ألف مايل، بعاملة 5541. ده شكلها من قدام. جنبيها على طول تويوتا عاملة 5311 دولار، موديل 2010، عليها 197 ألف مايل، فيها شوية خدوش طفيفة يعني من الجناب. دي كامري، تويوتا كامري مش كرولا يعني، دي أعلى من الكرولا، دي اللي هي الكامري. جنبيها على طول عربية كريزلر 200، موديل 2012، ماشية 181 ألف مايل. كلين تايتل يعني ما عملتش يعني حادثة. الموتور حصل له حاجة أو الترانسميشن. العربية كويسة، عاملة 3981 دولار. ده شكلها. جنبيها على طول برضو نيسان عاملة 4822 دولار. ألفين وتمانية نيسان ماكسيما، ماشية 161 ألف مايل. ده شكلها من ورا، باين عليها 6 سلندر. هي 6 سلندر. هنا نبص كده مكتوب عليها هنا فولي لودد، مش كاتب 4 سلندر، بس انا بقول لكم 6 سلندر. دي 6 سلندر، الاربعه شكمان دي 6 سلندر. جنبيها على طول تويوتا راف 4 اللي هي الاس يو في LE، موديل 2014، عليها 130 ألف مايل. العربية حالتها حلوة، باين عليها كويسة، باين عليها حلوة قوي كمان. عاملة 12850 دولار. وجنبيها على طول جيب عاملة 5740. ألفين واتناشر، عليها كام مايل يا ابني؟ اهي 6 سلندر، عليها 184 ألف مايل. طبعا الناس دي ممكن تنقصوا معاهم يعني، اللي بيبيع كده حاجة على قده كده دول بيبقى ممكن تجادل معاهم شوية في السعر. العربيات اللي ورا دي غالية شوية. شيفروليه عاملة 5480، موديل 2014.
عليها كم مايل؟ عليها 147 145 148 ألف مايل. جنبيها على طول فورد 2011 فورد ايج ليميتد 2011 عاملة 6901. ده شكلها من قدام. انا طبعا مش عارف اجي اوقف ورا قوي عشان جنبيها الطريق على طول عشان ما حدش يجي يخبطني، فمعلش بقى لو ما عرفتش اصور لكم العربيه كويس قوي العربيتين اللي فاتوا دول. ده شكلها من ورا. يعني نطلع على العربيات التانية بقى، التلاتة التانيين اللي ورا. ده بيبقى حد كده يعني ايه عنده ورشة ولا حاجة زي اللي هناك ده ورشة، انا متأكد العربيات دي تبعه، ده ورشة بيصلح عربيات، فاكيد هو بيجيب عربيات ويقوم حاططها يبيعها يعني على جنب، بيزنس تاني يعني. 600 عاملة دي هوندا عاملة 6382 دولار 2011 ماشية 221 ألف مايل. ده شكلها. ده من ورا SRV دي ميتسوبيشي 2006 ماشية 141 ألف مايل. ده شكلها من ورا. دي مطلوب فيها كام دي؟ فيها شوية خدوش كده من الجناب بس ده طبيعي يعني، انت بتشتريش عربية جديدة، عربية مستعملة. عاملة مطلوب فيها 3783 دولار. طبعا انت ممكن تنقص معاه بس يوم ما هتنقص هينقص لك 300 دولار 500 دولار بحد اقصى، مش كتير قوي يعني. عربية تاني جنبيها نيسان عاملة SUV عاملة 5724 ماشية 81 ألف مايل. حلو، مش ماشية كتير. موديل 2010 11 نيسان رو. شكلها حتى الكاوتشات باين عليها جديدة يعني، حاطط كاوتشات جديدة في العربيات. بس زي ما انتوا شايفين كده العربيات اللي هم 2003 و4 والكلام ده مش كتيرة قوي يعني، قليلة خالص. مش كتير. يعني لو رحت ديلر كبير مش هتلاقي عنده عربيات ب 2000 و 3000. ديلر كبير يعني قصدي وكيل بيبيع عربيات مستعمله او جديده، مش هتلاقي عنده عربيات ب 2000 و 3 خالص. ده خالص، لان هو فين مكسبه 500 دولار. لا، لما بيجيب عربيات من اللي هم 14 17 الف و18 عشان يعرف يكسب فيها 5 6000 دولار عشان يجيب حق الناس اللي شغاله عنده والكهرباء والايجار والحاجات دي كلها. بس لكن بقى العربيات ام 2003 بيبقى الناس بقى زي كده، واحد عنده ورشه بيصلح ميكانيكا عربيات وجاب كمان عربيه كده بيسترزق فيهم حاططهم بره بيبيعهم كده يعني. فعشان كده الناس بتقول لي طب ما تروح ديلر من ابو 2000 و 3000. يعني يا جماعه ما بقول لكم ما فيش الديلرات اللي هم بيبيعوا ب 2000 و3 وبتاع دوا قليلين قوي يعني. لازم بقى تقعد ايه تمشي كده انت في الشارع وانت وحظك لقيت واحد كده عنده شويه صف كده 5 6 عربيات من 3 4000 دولار دول تقوم واقف على طول. لكن ان انت تروح لديلرات كبيره مش هتلاقي، وحتى الديلرات الصغيره مش كلها بتلاقي عندها ام 2000 و 3000 لان المكسب اللي طالع له في العربيه يعني عربيه ب 2000 دولار هيبقى كسبان فيها كام يعني 300 دولار. لا، هم بيبقوا عايزين يجيبوا عربيات غاليه شويه عشان زي ما انا قلت لكم كده ايه يكسب رقم محترم في العربيه. بس ادي يا جدعان العربيات اللي عندنا المستعمله. انا وريت لكم حاجات من اول 3000 وشويه، وفي اللي هي الشيفروليه اللي هي الاول واحده خالص دي كانت عامله كام؟ عامله 2000 وشويه ولا عامله 3000 ونص 3522 دولار. يعني ده ممكن لو نقص لك شويه ينقص لك مثلا 200 دولار ولا حاجه في العربيه، تاخدها مثلا ب 3322 او 3300 كده يعني. طبعا بيقول لك ان العربيه هتشتريها مفيش وارنتي عليها، كل حاجه خلصانه، ما بيضمنلكش اي حاجه. لو خدت العربيه وطلعت على الطريق وراحت وقفت منك على الطريق بعد ما اشتريتها هو ملوش دعوه. الورقه دي بيقول لك كده يعني ان الرولز اي ديلر هنا كده او اي حد يشتري منه عربيه عايز تتاكد على العربيه ممكن والله تاخد العربيه تسوقها وتطلع بيها الميكانيكي يكشف لك على العربيه، قال لك اشتريها قبل ما تشتري عشان ما تدبسش نفسك. هتقولي طب ما الكشف ده هيكلف فلوس. الكشف هيكلف فلوس طبعا،
مش اقل من 100 دولار 120 دولار حاجه في الحدود دي. قول 100 دولار عشان تكشف على العربيه، ميكانيكي يكشف لك على العربيه ويتاكد لك ان هي كويسه. يعني انت بتقوم عامل ايه؟ بتاخد العربيه وتطلع على ورشه ميكانيكي بيرفع لك العربيه عنده على جهاز كده، ويبص يتاكد ان كل حاجه سليمه ايه في العربيه، وبعد كده يقول لك اشتري ولا لا. انا عملت قبل كده في عربيه من العربيات اللي اشتريتها كده، بعد ما وديتها عند الميكانيكي قال لي العربيه جايه بترانسميشن فتيس ما تشتريهاش. فعلا رحت للراجل قلت له انت رايح تبيع العربيه وهي جايبه فتيس؟ قال لي انا ما كنتش هعرف، انا ما اعرفش ايه، وقعد يعمل الحركات دي. قال لي طب خلاص خليها اسبوع كده هغير الفتيس واحط لك فتيس تاني واشتريها. طبعا انا لما لقيت مفيش يعني مصداقيه في كلامه كده وبيصيع عليا، طبعا قلت لا، ولا مش عايز اشتري ولا بتاع، خدت بعضي ومشيت. فانت لازم تبقى فاهم كويس قبل ما تيجي تشتري من اي مكان، طالما مش ديلر كبير. الديلر الكبير بيدي لك ضمان على العربيه ويقول لك معاك 3 ايام لو حصل اي حاجه في العربيه او بتاع رجعها لنا وتاخد فلوسك كده. الاماكن الكبيره، الاماكن الصغيره او اللي هو بيبيع لوحده كده لحاله، اذا كان شخص ولا ميكانيكي حاطط شويه عربيات بره وبيصلحها ويحطها يبيعها، لا ده مفيش اي ضمان. هيقول لك انت اشتريت العربيه انا ماليش دعوه. فيفضل قبل ما تتفق معاه وتشتري العربيه او اي حاجه والسعر والكلام ده، تاخد العربيه وتقول له انا عايز اخد العربيه ارفعها عند ميكانيكي. هيقوم شوف انت الميكانيكي اللي يعجبك تبعك، مش لازم توديها لحد تبعه يعني، لا حد تبعك انت. وهيبعت معاك واحد كده صبي ولا حاجه من عنده يركب بس معاك عشان يتاكد ان العربيه مش حرامه تسرقها. بس روح ارفع العربيه عند اي ميكانيكي قال لك تمام اوكي خلاص يا باشا. هتقولي طب انا لو رحت الميكانيكي وقال لي العربيه وحشه بعد ما دفعت 100 دولار اعمل ايه؟ خلاص راحت عليك ال 100 دولار. هو كده، انت فاكر الدنيا ايه يعني؟ الميكانيكي لازم ياخد حقه. الا بقى لو انت عندك تعرف حد بقى يعرف ايه يظبط لك العربيه ببلاش، يعني يكشف لك على العربيه ببلاش، دي قصه تانية. بس انا حبيت اوري لكم شويه عربيات، لان انا وانا ماشي كده في الطريق بالصدفه كده يعني لقيت الحقيقه اللي اسمه ايه ده العربيات دي محطوطه وسعرها رخيص جدا، 3000 وشويه و2000 و4000 و5000، فرحت وقفت على طول. بس عشان تعرفوا بس ان انا يعني ما بخلش عليكم باي معلومه، ولقيت اي سعر رخيص او اي حاجه كويسه هجيبها لكم على طول في الفيديوهات بتاعتي، مش هتاخر عليكم يعني. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون عجبكم، وان شاء الله يعني انزل لكم الفتره اللي جايه فيديوهات احسن بكتير واكتر. بس طبعا انا محتاج دعمكم ليا على القناه باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الحلوه بتاعتكم، وبرضو عايز تدعموني على صفحات الفيسبوك والانستجرام والتيك توك عشان دي حاجه مهمه جدا محتاج تدعموني فيها، عشان انا محتاج فولورز كتير. عشان بعد كده بدل ما انزل انا بعد كده هنزل في الاسبوع هو حلقه واحده، هتنزل بعد كده كل يوم جمعه حلقه، هو يبقى حلقه واحده في الاسبوع، عشان انا جدولي صعب قوي. وبجانب كمان ان انا يعني عملت فيديوهات كتير كذا مره وما لقيتش يعني دعم جامد قوي، فلا هريح شويه، خليها بقى كده فيديو واحد في الاسبوع، يعني 4 فيديوهات في الشهر. بجانب طبعا لو في شورتس او اي بوست ابعت لكم احطه طبعا على الصفحه. بس يلا اشوفكم المره الجايه في حلقه جديده باذن الله. سلام.